السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جاي نعمل مع بعض القرص بتاعه الافران اللي بالسكر وبالسمسم. اول حاجه كده هنقول المكونات مع بعض: معلقتين كبار من اللبن البودره، معلقه كبيره من الخميره، معلقتين كبار من السمسم، معلقه كبيره من الخل، وتلت كوبايه من الزبده السايحه، ومعانا كوبايه ميه دافيه. اول حاجه كده هنعمل الاول الخميره علشان نشوف الخميره اذا كانت كويسه ولا لا قبل ما نشتغل بيها خالص. ده اختبار للخميره، لازم الاختبار ده مهم جدا يا جماعه علشان ما يبوظش معانا العجينه. اول حاجه كده بننزل بمعلقتين السكر مع معلقه كبيره من الخميره ومعانا كوبايه الميه الدافيه، وبعد كده بندوبهم كويس جدا مع بعض وبنقفل عليهم بالاسترتش كده وبنسيبهم بمعدل من 10 دقايق ل5 دقايق عشان نتأكد انها اتفعلت. طب نعرف منين انها اتفعلت؟ بتبدأ تعمل فقاقيع صغيرة كده فوق الوش، تعرفي منها ان الخميرة كده شغالة وكويسة. نبدأ ننزل عليها بقى بكيلو من الدقيق، بتكوني نخلة كيلو من الدقيق بتنزلي عليها بيه زي ما انت شايفة كده. انا نزلت بنص الكمية وهقلبها كده تقلبتين وهنزل بالنص التاني. صلوا على النبي يا جماعه عليه افضل الصلاه والسلام. واللي مشتركش في القناه يا ريت فضلا طبعا وليس امرا يشترك في القناه ويفعل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. طبعا هنا بننزل بقى بمعلقتين كبار من اللبن البودره، وبننزل معانا طبعا بنكون مدفيين كوبايه ميه تانية. بنبدأ بقى ننزل كده شوية بشوية على الدقيق لحد ما الدقيق ياخد مقدار المية اللي هو محتاجه. ما تحاولوش يا جماعة تنزلوا بكمية المية كلها علشان ما تبوظي معاكي الوصفة وما تبوظي معاكي العجينة. بننزل كده بق بق كده من المية لحد ما العجين الدقيق يبدأ خلاص نتأكد ان هو خلاص كده مش محتاج مية تاني، لانها بتختلف من دقيق لدقيق يا جماعة. يعني في دقيق بيشرب مية اكتر من دقيق، فانتي خدي بالك من النقطة دي كويس قوي. طبعا احنا بنبدأ كده نعجن كويس جدا لحد ما خلاص كده بنبدأ بقى ننزل بتلت كوباية الزبدة السايحة. اهم حاجة تكون زبدة يا جماعة مش سمنة، زبدة تكوني مسيحة بمعدل 60 جرام من الزبدة، بتسيحيهم على النار زي ما انت شايفة كده، وبتنزلي عليهم بالعجين وبتبدأي بقى تعجنيهم كده مع الزبدة. اخر حاجة بقى خالص بتبقى معلقة الخل. الخل ده ناس تقول هو مهم في ايه، عايزة اقولك بيخلي العجينة خفيفة خالص، القرصة تبقى هشة وتبقى خفيفة كمان في نفس الوقت، ما تبقاش تقيلة معاكي ومكتمة كده ببعضها. بيبقى مدي للعجين خفية كده، فدي بتبقى مهمة جدا معلقة الخل. وعايزة اقولك ما بتظهرش خالص ولا بريحة ولا بطعم في العجين. طبعا هنا بتبقى محتاجة عجن كويس قوي، ده اهم حاجة، ان العجينة دي بتحتاج عجن كويس قوي يا جماعة. انا طبعا عشان الفيديو ما يطولش معايا بقص ده كله، بس عايزة اقولك ان انتي تتأكدي ان هي كده تمام لما تلاقيها ما بدأتش تلزق وبدأت تلاقيها ناعمة كده زي ما انت شايفة، تبقى ملمسها ناعم زي الحرير كده وتبقى طرية جدا معاكي كده. في اللحظة دي تتأكدي ان خلاص كده العجينة تمام ومش محتاجة بقى خلاص كده عجن. بتسيبيها بقى كده ترتاح من 10 دقايق لربع ساعة لحد ما ترتاح خالص، ما تسيبيهاش تخمر، احنا هنسيبها ترتاح بس. خلاص كده كان عدى عليها ربع ساعة. بنبدأ بقى كده ننزلها على الرخام عشان نبدأ نقطعها طبعا لكور صغيرة كده. طبعا انا عايزة اقولك انتي بتقطعيها الحجم اللي انتي حباه. انا عن نفسي كنت عاملاها القطعة الواحدة كانت عاملة حسبة 30 جرام. فانتي عايزة تزودي بقى، عايزة تقللي، دي بترجع لك انتي. بس هنا عايزة اقولك بتعمل ما بين 50 أو 60 قرصة، يعني ما شاء الله. عايزة اقولك بتفرط جدا يعني. زي ما انت شايفة كده. طبعا بنسيبها برضو ترتاح حسبة برضو 10 دقايق. عايزة اقولك ان اهم حاجة ان انت تريحي العجينة عشان تديكي نتيجة كويسة لما تيجي تسويها بعد كده. طبعا بقى هنا علشان طبعا ندهن الوش بتاع القرصة بنجيب معلقتين من العسل وبنحط عليهم بمعدل نص كوباية من المية وبنقلبهم كده لحد ما العسل يخف خالص. وبنبدأ نركنهم على جنب. وهنا برضو بنجيب سمسم
ده برضو ده اساسي. بتجيبي مثلا بمعدل كوباية من السمسم وبتاخديها تحميصة خفيفة جدا على النار كده. ما بتحمريهاش، بتصفريه بس كده يدي لون بس كده عشان شكل القرصة يبقى كويس. وبعد كده برضو بتركنيه على جنب. وطبعا بتحطي طبعا السكر بيبقى اساسي عشان ده الحشوة بتاعه العجينة بيبقى سكر. عايزه تحطي مع السكر قرفة مفيش مشكلة خالص، بس احنا هنا بنحبها بسكر بس. بس ده بيبقى بيرجعلك انتي عايزه تحطي مع السكر قرفة مفيش مشكلة، هتبقى زي العسل برضو. طبعا هنا انا بوريكي بتعمل ازاي. بتجيبي طبعا القرصة كده زي ما انت شايفاها، وبتبدأي تفرديها فردة صغيرة، وبتنزلي عليها بمعلقة من السكر او السكر بالقرفة اللي انت حباه، وبتغطسيها كده في العسل بالمية، وبعدين بترجعي تغطسيها تاني في السمسم. بيبقى ده شكلها النهائي. انا بعمل لك كمان واحدة كده علشان تشوفيها. طريقة سهلة جدا يا جماعة، والله عايزة اقولك ان كل ده ممكن ما ياخدش في ايدك نص ساعة. يعني الحكاية مش صعبة خالص يعني. الوصفة حلوة، وعايزة اقولك هتبقى اوفر لك ما تشتريها من بره، لانها طبعا في الافران بقت غالية جدا دلوقتي. طبعا انت هتوفريها لولادك، وعايزة اقولك بيبقى طعمها حلو جدا لفطار. يعني الولاد ممكن ياخدوها وهم نازلين مدرسة او لدروس، يعني حلوة جدا. هنا بقى خلاص كده انا كنت خلصت الكمية كلها زي ما انت شايفة كده، وسويتها كمان. عايزة اقولك تسويتها سهلة وبسيطة خالص. انت بتولعي عليها من تحت ومن فوق، بس من فوق بتبقي موطية جدا علشان تاخد راحتها في السوا كده. يعني ما بتبقيش معلية من تحت كمان يا جماعة، بيبقى التسوية وسط من تحت وواطي جدا من فوق. بصي بقى، شوفي من تحت ومن فوق عامله ازاي، حلوه جدا. عايزه اقولك بجد كانت تحفه، طعمها كان حلو جدا ومظبوطه جدا وهشه كده من جوه. وبصي احلى من بتاعه الفرن كمان، والله كانت احلى من بتاعه الفرن. فاعمليها كده هتوفر معاكي وهتبقى حلوه جدا. شوفي شكلها من جوه عامله ازاي، هشه جدا ومستويه خالص، وطعمها كان حلو جدا. يا رب الفيديو بتاع النهارده كده يكون عجبكم. مستنيه بقى تعليقاتكم، مستنيه لايكاتكم كمان والاشتراك